إلهي يا من وقف السائلون ببابك ويا من لاذ الفقراء بجنابك ويا من حطت سفينة المساكين على شاطئ بحر جودك وكرمك، والكل يا إلهي يرجو الوصول لساحة مغفرتك ورضاك ورضوانك. نسألك يا ربنا كما أعززت أنفسنا بتأييد إيمانك أن تنجي أنفسنا يوم القيامة يا إلهي، يوم القيامة من نيرانك. ونحمدك يا ربنا على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، ونحمدك على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة. ففي الحديث الذي يرويه عبد الله بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أخا لي في بني قريظة قد جمع جوامع من التوراة، أفأعرضها عليك يا رسول الله؟ فعند ذلك تغير وجه النبي غضبا، فقال عبد الله بن ثابت: ويحك يا عمر، أما ترى حضرة النبي قد تغير وجهه؟ فظل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يردد ويقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن دستورا وبالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وظل يكرر ذلك حتى سري عن وجه النبي، فقال حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. ولو أن موسى وعيسى موجودين حيين ما وسعهم إلا اتباعي. فألف صلاة وألف سلام على طبيب القلوب وعلى شفيعي وحبيبي يوم القيامة، يوم يتخلى جميع الأنبياء عن أقوامهم، لكن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى مولاه ويقول له: يا رب أمتي يا رب أمتي، فيرد عليه الحق تبارك وتعالى: ما أرأفك بأمتك يا محمد، أمتك خلق ضعيف وأنت نبي شريف وأنا رب لطيف، فلا يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف. صلى الإله بذاته يا طه وملائك الرحمن من علياها، الروح والملك الكرام ووحيها، كل ترنم حاملا بشراها، والكون صلى على الحبيب مسلما، نحو الرياض صلاته وشذاها. يا أيها البدر المنير تحيتي، يا حظ من صلى عليك وباها. يا رب فاختم بالصلاة حياتنا واجعل لنا من جنة مثواها. أيها الأحبة الكرام، وبعد أن وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الليلة الكريمة المباركة، أتقدم نيابة عن عموم أسر وعائلات أبو عامر وعائلات أبو عمارة وعائلات الجهري
وعائلات ابو قرمد وعائلات ابو لشين وعموم عائلات القرموسي والمناعمة وابو سالم وابو حسان والاسر والعائلات المرتبطة بصلتهم واسهارهم وانسابهم واهل هذا البلد جميعا، شاكر باسمهم لحضراتكم ولكل من شاركنا العزاء. ما اجمل ان نختتم كما بدأنا بكلام المولى عز وجل مع القارئ الذي ما خطر في بلدة الا وترك بصمة طيبة لجمال صوته ودقة ادائه ورصانة تلاوته. فمن القراء من اذا سمعته تأثر قلبك بسماع صوته، لان القرآن يخرج من القلب قبل ان يتحرك به اللسان، فهم شموس نيرات، فان مضوا طلق الحياة وقد عراها ما عرى، ولكن آثار القرآن وراءهم تفعل فعلها بين الوراء. العمر ليس يقاس بالسنوات، بل أن يشكر القارئ الجليل ويذكر. يموت طويل العمر بعد رحيله، وقارئ القرآن ما دام يقرأ كلام الله يظل طول الحياة معمرا. نستمع وإياكم لنجل بيت القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني، قطب التلاوة وأسد قراء جمهورية مصر العربية، والمقيم بجزيرة أبو عمرو بمركز ومدينة أبو كبير. أسأل ربي أن يوفقه، يتفضل مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم صلى الله عليه وسلم إنا نعلم ما يسرون
يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
السماوات والأرض بقادر على أن يخلق حاضر. ما انا بظبط الكتاب كده عشان احفظه. حاضر يا سيدي، حاضر حاضر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه استحالك يا رب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها الكريمة ستنا سيرة زين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 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 نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الله يبارك فيك. الله يصلح لك الجهل. يصلح لك يا رب. بلى وهو الخلاق العليم. وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك
لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا
ولا يخاف عقباها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة يا رب. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم رب هذا البيت الذي أطعمهم رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم. الفاتحة.
أسألك ربي أن تهب ثواب ما قرئ وما تلي في هذه الليلة، أن تجعله يا ربي في ميزان حسنات الراحلة الكريمة، وأن تجافي القبر بين جنبيها، وأن لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، وأن تغفر يا ربي لنا ولها. ختمت الليلة بهذه التلاوة للعلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني، قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمركز ومدينة ابو كبير، نيابة عن عموم عائلات ابو عامر وابو عمارة والجهري وابو قرمد وابو لاشين والقرموسي والمناعمة وابو سالم وعائلات ابو حسان والنجار وابو سخيل وعموم العائلات المرتبطة بهم اهل هذا البلد باسمهم شاكر لحضراتكم. كنت معكم محدثكم احمد علي سامر، وجهة الصوتية والشركة العالمية لمكبرات الصوت حاج محمد عبد الحميد الجبالي بالناصرية، فراش والإدارة القصر المسيد حاج صدقي سيد احمد بالملك البحرية، مجموعة مفاهات المثل يوسف عبدون بجميمة، تصوير الليلة الاستاذ اسامة عرفات ابو النجا، شكري وتقديري الشيخ عبد الهادي عرفات ابو النجا، والسلام عليكم ورحمة الله.